صباح الفل والنور والبنور عليكم، على عيونكم، على ولادكم، على حبايبكم، على كل اللي بتحبوهم يا رب. يا صباح السعادة والسكر زيادة، صباحكم زي الفل. بصوا بقى، آه في تغيير كده عايزة اعمله، بس انا حاسة ان هو غريب شوية، بس هعمله. ليه بقى؟ بصوا، البنات كلها عماله تقول لي شقتك يا اسماء شبه شقتك التانية بالظبط. مفيش تغيير، لا هو في تغيير بسيط انا اللي احس بيه، وانتوا ما تحسوش بيه قوي. تمام. نقطة كده ومن أول السطر. أولا الشاشة، الشمس عندي بتيجي من هنا، يعني هي بتيجي من ورا من هنا اهو، بتفضل ماشية 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 لحد ما تغرب من هناك. تمام. هناك في الشقة التانية كانت بتغرب من هنا، فكانت تيجي كده 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 تبقى طول النهار جوه الشقة. تمام. هنا آخرها في الجزء ده. تمام، آخرها هنا. اوكي. ففي حاجة بقى مضايقاني، ان هي طول ما هي هنا ولحد ما تغرب ضربة في ام الشاشة. تمام. ضربه في ام الشاشه، وطبعا مع البخار بتاع الجو ومع مش عارف ايه ومع الشباك الازاز بتعمل تكلسات بيضاء على الشاشه. اه والله بيبقى في حاجات بيضة كتير على الشاشة كده، تحس ان الشاشة مش ممسوحة، الشاشة عايزة تتمسح، الشاشة فيها بخار تراب كده او حاجة زي دي كده. فانا قلت لبوسيف لا كده الشمس هتبوظ الشاشة. هناك الشمس كانت معاكسة للشاشة، فما كانتش هتبوظها. تمام. فالشمس ان هي تفضل طول الوقت مثلا من بعد من يعني من على العصريه لحد ما تغرب على الشاشه هتبوظها، انا شايفه كده. حتى مع تقفيل الستاير برضو بتروح ايه، حد يفتح الستاره كده كده فضوء كده يروح رايح عليها، بتركز سبحان الله على الشاشه، والله العظيم يا جدعان سايبه الدنيا كلها مركزه عليها. فانا الصراحه خفت عليها، فقلت هعمل ايه بقى. هي كده كده اعتقد ان الاخرام دي كانت اخرام شاشه، اعتقد يعني اعتقادي بيقول لي ان الاخرام دي كانت اخرام شاشه. تمام. في خرام كتيره في الشقه طبعا، انا ما لا بيضت ولا دهنت ولا عملت اي حاجه زي ما انتم عارفين، لان جبت حد قلت له ادهن الشقه، بيقولي هاخد 12,000 جنيه. تمام. لا وكده عامل معايا واجب جامد جدا، والراجل ده انا عارفاه ومحترم وعامل لنا شقتنا قبل كده، فالصراحه استغليت الموضوع، فقلت لا وعلى ايه، هغسلها وانضفها واحاول على قد ما اقدر. طبعا زي ما انتم شفتوا جبت شركه غسلت ونضفت، شالت التراب من على الوش وبس، ما عملوش المعاميق زي ما بيقولوا، يعني ما اتكوش على الحيطان في ان هم يشيلوا بقعه او خطوط او حاجات. وانا زي ما انتم عارفين دراعي وجعني، فبحاول واحده واحده ان انا اعمل حته حته. فانا اعتقادي بيقول لي ان دي اخرام شاشه، فبقول لابو سيف، قال لي تقريبا اخرام شاشه بس كانت اخف من بتاعتنا. قلت له، قال لي لان الخرمين دول مش هينفعوا، شاشتنا بتقف على 4 اخرام، الحامل اللي احنا جايبينه ما بيمسكش في خرمين، بيمسك في 4 اخرام. تمام. فلسه محتاجين نخرم لها فوق خرمين تانيين. قلت له خلاص هاتها الناحيه دي، لان الشمس زي ما انتم شايفين ابتدت تيجي اهي في الحته دي هناك اهي، وابتدت هتيجي تروح جايه عليها. تمام. فبصوا مش عارفه هتاخدوا بالكم ولا لا، بس مش عارفه، في تراب، في تراب شايفينه، شايفين الشمس بتروح عامله فيها علامات كده غريبه. فانا خايفه عليها الصراحه تبوظ، والحاجات دي مش رخيصه دلوقتي، والواحد اصلا مفلس. تمام. فلس فلس فلس. فهنقل بص بقى هعمل ايه بقى، هروح نقله الانتريه او الكنبه من هنا، واجيب الشاشه هنا، فاهمين قصدي. والسفره هتفضل زي ما هي، والكولمان زي ما هو، والسفره زي ما هي. سيبكم بس عشان ايه، كنت بعمل فطار للعيال عليها فقلت اوريكم. فهل هتبقى كويسه ولا وحشه؟ انا حاسه ان هي عادي يعني. انا كل اللي هيضايقني في الموضوع ان الركنه للجزء العالي هيبقى من هنا، ده اللي مش عارفه الاقي له حل الصراحه، مش عارفه اعملها ازاي. لا مش عارفه، لسه هفكر واشوف، بس واضح ان هي هتلف عادي جدا وهتيجي هنا وهجيب الشاشه هنا. صراحه ما لقيتلهاش حل غير كده. تمام. وفي نفس الوقت عشان اللي بيدخل مثلا من بره بيشوف اللي قاعد هنا على طول، لا عايزه القعده تبقى هنا في الظهر، الباب، علشان لو حد داخل من باب الشقه او كده هو ما يشوفش اللي قاعد، يشوف الشاشه. فاهميني؟ بس فالشاشه بنات، في بنوته بتقولي لا يا اسماء ما تعلقهاش، لا يا اختي بسبب روفان وسيفه علقها، بسبب شقوتهم علقها. ربنا يهديهم. ودي حاجه رمضان اهي، هبتدي ان انا اعلق فيها. جردت اللي جردته وظبطت الدنيا، وطبعا اكيد محتاجه زينه وانوار وحاجات من دي، عشان في حاجات كتير قوي باظت. فشكلي مش هجيب حاجه السنه دي، الميزانيه على الاخر فاهمين، فبحاول اظبط الدنيا على قد ما اقدر. ان شاء الله هنظبطها مع بعض، بس يعني انا هغيرها وانتوا قولوا لي رايكم برضه، يعني نقول لبعضينا، نحاول ننصح بعضينا. فانا حاسه ان انا لما اجيبها هنا هتبقى احسن. تمام. اروح اكمل فطاري بقى. الشمس اللي بقول لكم عليها، بصوا بصوا بصوا، شايفين الابيض بقى مكانها، بصوا بتجيرها وبتكلحها، فمش هسيبها تبوظها، فهضطر انقلها الناحيه التانية.
ارفعوا لفوق واقعدوا دب 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 في الارض. جبت الطبق ده حطيت فيه شويه ميه وده صابون سائل، وحطيت حبه من البريكس دون عشان همسح بيها ايه الحيطان والوزارات اللي فوق الخشب دي. انا مناخيري بتتعبني لما بيبقى فيه تراب، فهظبط الدنيا قوي على قد ما اقدر. المنظف ده حلو عجبني على فكره، فاللي بيحب يعني بصوا في ناس كتير قوي لي عليه، بس اللي ما يعرفوش بقى يعرفوه. تمام، بينظف جامد قوي، وبحطه في بخاخه بمسح بيه السفره حلو جدا. وبس اشوف مين بيرن. بصوا يا جماعه عمل ايه، حطينا الشاشه هنا علقناها والترابيزه والكرسيين جنب. تمام، تغييرات رمضان بصوا البكسله. تمام، وحطينا هنحط الركن هنا. اللابتوب ده بتاع مدرس سيف، ابو سيف جايبه ومش عارف بيظبطه ولا بيصلحه له، والدنيا ايه فوق دماغي فيه. يلا كنوسي يا جماعه، لسه برص بس حاسه ان انا مش مرتاحه، حاسه ان هي مش عاجباني. اعمل ايه ولا ايه رايكم؟ هشوف. حاسه ان هي مش حلوه. بصوا بقى، زنقت الدنيا خالص هناك، سبت الحته دي فاضيه عشان احط فيها حاجه رمضان، الرز والمكرونه والحاجات دي بتاعت كراتين رمضان. بصوا مسكت الركنه عملت فيها ايه، حسيت ان هي طالعه قوي، فالجزء اللي هناك ده كان هنا المفروض ان هو اكبر سيكه، فانا حطيته هناك وحطيت الجزء الصغنن هنا، هو بقى شكله احلى. تمام، وحطيت الكراسي مكانهم. بالنهار هصورها لكم احسن، يعني في النور هتبقى باينه اكتر. تمام، حطيت السفره هنا بحيث واحنا قاعدين نفطر في رمضان ان شاء الله باذنك يا رب نتفرج على التلفزيون بتاعنا ايه واضح للكل، كله عايز يتفرج بدل ما نلف الشاشه وما نلف الشاشه زي هناك، فاهميني؟ حطيت كده. نفسي بقى ربنا يكرمني اجيب سفره ببوفيه، يعني اللي هو بيبقى بوفيه وفيه فانوسين على الجنب، هتبقى خطيره بجد يعني. ف كل رمضان وانتم بخير. هخلص واجي لكم تاني. بصوا ايه رايكم؟ وبمسح الدنيا لسه وبظبطها. تمام اهو، السجاده دي هشيلها وامسح. بصوا الحته اللي بكنسها وامسحها، البنات شفطوا السجاد وشفطوا دول، بمسحها اكنسها وامسحها وافرش، تنشف افرش على طول، بنشفها بقماشه تانية. تمام، قولوا لي كده، لسه برضو في حاجات كتير هتتعمل، استنوا. عملت ايه، حطيت السجاده دي، السجادتين دول اللي هم كانوا سجاده واحده اصلا هنا. تمام، هم كانوا سجاده واحده اصلا. تمام، انا كنت قصاهم للشقه اللي هناك عشان كانت ضيقه، فهنا جايين ما شاء الله اللهم بارك بالعرض. تمام، وحطيت السفره هنا، زنقت الدنيا عشان في رمضان الحته دي تبقى واسعه احط فيها الحاجه دلوقتي، وبعد كده ممكن ارجع السفره لورا تاني، بس انا عايزه الفراغ دون، فاهميني؟ انا عايزه الفراغ دون علشان خلاص الدخله وخلص الكلام والعوض، فايه الدنيا دي تبقى معايا كده، الفراغ ده اشتغل فيه واحط فيه الحاجه والكلام ده كله. وعملتها كده اهو، حطيت السفره هنا. بصوا هم عمالين يزنوا عشان التلفزيون طبعا، فحطيت لهم السفره قريب من التلفزيون، فرشت دي وفرشت دي، كله ماشي مع بعضه ما شاء الله اللهم بارك. والكولمان بتاع الميه هنا او كولر، عماله اقول لابو سيف شيل البتاع ده شكله وحش يقول لي طيب ومطنشني، ما علينا. وحطيت الترابيزات هنا والباف. تمام، واللمبادير حطيته هنا. عايزه اولع الشمعه دي والله يا جدعان اهو، عايزه اولعها تدي ريحه حلوه في البيت بس. وحطيت الركنه هنا بعد. بصوا عملت ايه، مسكت الكبيره اللي كانت هنا وديتها هناك، وجبت الصغننه هنا فما خدتش مساحه، فاهمني؟ وحطيت ترابيزتي والدنيا اهو. تمام، وحطيت السلم هناك، وحطيت الكوشنات هنا. الكوشنات دي ملهاش مكان، هلبسها بقى حاجه رمضان. كل سنه وانتم طيبين. سيبكم من التاريخ، النهارده ايه، النهارده 9 او 10 او 11 ما علينا، النهارده 10 فبراير بس. وهبقى اشيل ان شاء الله الكوشنات دي اليومين اللي جايين، احط زينه رمضان. الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله نحط زينه رمضان. وحطيت السلم هناك، هجيبه كده شويه اطلعه لبره كده عشان يبقى ظاهر وباين، واحط عليه ايه ديكورات، ولا احطه في البلكونه. فكروا معايا برضو، هنا احلى ولا في البلكونه احلى؟ تعملي ايه يا سوسه؟ تعملي ايه؟ اطلعي ده، ربنا يهديكي. بس وحطيت اللمبادير، واحده هنا وواحده هنا، يبقوا قصاد بعض كده بالشكل ده. تمام اهو. عايزه اقول لكم رجليا بجد وجعتني، وعملت البلكونه ان شاء الله اوريها لكم الفيديو اللي جاي باذن الله. بتعملي ايه؟
مش كنت بتقولي مش عايزه اتصور؟ دلوقتي عماله تتنططي وتترقصي في مكان ترقص فيه. تمام، بحاول ادي وسع لنفسي كده وبروح كده احلى، صح؟ بصوا كده الدنيا بقت احلى بكتير، صح؟ قولي لي رايكم برضو. و يا رب يجعله رمضان خير مبارك علينا. وسيف عمال بقى ايه يجهز في حاجه رمضان وزينه رمضان، وهنبتدي بقى نعمل البلكونه. لسه مزيناهاش قوي يعني. والله بفكر يا جدعان اشيل البلاستيك ده اللي على الشابوهات، بس خايفه ولا احط له من اول وجديد. يعني اشيله واحط له من جديد، لان هم اتملوا تراب ومصفرين الدنيا. يعني بصوا الشابو ما شاء الله اللهم بارك بيلمع، بس خايفه اشيل البلاستيك الشابو هو اللي يتملي تراب ويتبهدل، فاهميني؟ في بنات بتسالني جبت اللمبادير ده منين يا جماعه؟ اللمبادير ده وانا لما انا جبته قلت لكم ان انا جبته من العتبه، من الحته اللي جنب بريد العتبه. تمام، جبت الواحد اياميها كان مش فاكره كان برخيص جدا ما شاء الله. وجبت الناس حبايبي وشحنته لهم اسكندريه يعني. تمام، بس لما رحت له تاني مره قال لي لا كده ابتدى يغلى، والناس جات لي على الفيديو وانتي انا ببيعهولك علشان انتي بتسترزقي فيه والكلام ده كله. قلت له ما انا اول واحد كنت واخداها ليا. قال لي يا ستي وانا مسامح فيه. قال لي تسترزقي فيه ما تقوليش سعره الحقيقي. قلت له طيب ما علينا. والله ما فاكره، انا والله ما فاكره، بس عايزه اقول لكم ان هو ما شاء الله اللهم بارك مش خفيف، تقيل، فاهمني؟ تقيل ماسك نفسه وتقيل، مش اقل هزه توقعه. والكريستاله دي مدياله ايه رونق كده وحلو. كان فيه بلاستيك ملفوف هنا بس انا شلته. تقريبا كانوا الاتنين بكام؟ اللهم ذكرني، لا مش متذكره قوي. ما علينا، انا بستشيركم بس عشان اشيل البتاع بتاعت الشابوهات دي. وفي بنوته بتقول لي يا اسماء اشتري لهم الشابو اللي طالع قطعه واحده مش صغير من فوق واسع من تحت. والله يا اختي اذا في سيوله صدقيني هجيب كل اللي انتوا بتقولوا عليه ده. تمام. بس فلمعته وظبطته، بس جيت عند الكياس ووقفت مسحته كده بالريشه. وقلت بقى ايه بعمل له حاجات تانية، بس عارفين اللي هو خايفه اشيلهم، خايفه لان اللي تحت ستان، ومش ستان قطعه واحده، لا ده اللي هو بصوا عامل ازاي يعني شرايط ستان، شرايط ستان زي ما انتم شايفين، ومش لازقه في بعضيها، هي متدككه داير ما يدور فيه، داير ما يدور كده، فاهميني؟ اللي هو اهو بصوا متدككه داير ما يدور فيه. يعني اللي عاملها ما شاء الله باله طويل، لف 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 باله طويل قوي. فبفكر اشيل البلاستيك واحط بلاستيك تاني، بس خايفه مش عارفه اساسا. ما عنديش غير بتاع اللي هو البلاستيك الغذائي ينفع معاها. عموما اللي عندها لمبادير زي كده او شابو زي كده بتحافظوا عليه ازاي؟ وحته ان انا افك واغسله لا بخاف منها، لان انا كان عندي اباجورات زمان ايام الجواز، كان الحديد ده وانا غسلتها مره 2 3 الحديد صدى وبهدل القماش، وخصوصا ان هي برضو كانت اوف وايت فاتحه زي كده. ف بعد كده في الاخر خالص طقوا الحديد من كتر الغسيل، فاهميني؟ فقولوا لي وقولوا لي لو في اي حاجه تاني كده قولوا لي. الكنبه الصغنطوطه دي لما اتحطت هنا وسعت الدنيا. تمام، كنت لسه بفرش الكنب ف حتتين وقعوا، فهشيل دي واغسلها معاهم، هغسلهم كلهم. بس كده قولوا لي بقى رايكم، وقولوا لي دنيتكم ايه واخبار الدنيا ايه، واشوفكم على خير واولع شمعتي. اقفي كده بايه الغلاسه دي عشان اولع الشمعه احطها هنا. تمام، بتدي ريحه كويسه للبيت وبتدفيه. والله الشمع بيدفي البيت جامد جدا. تاتا، ريحه الشمعه دي حلوه قوي، واللوشن بتاعها احلى واحلى. كل الحاجات دي من قبل المقاطعه. انا عندي حاجات كتير جوه من قبل المقاطعه، وان شاء الله ابقى اصور لكم فيديو عشان نفسي اعمل لكم توزيعات صغننه او تقسيمات سبراي منها. تمام، بس كده. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم واداكم طاقه شويه، واشوفكم على خير وتصبحوا على خير، ويبه به ممسين. باي باي، مع السلامه، السلام عليكم.